في يوم من الأيام تركت الزوجة الهاتف مفتوحا دون أن تنتبه، ولم تغلق الخط بعد انتهاء المكالمة. ومن هنا بدأت الحكاية التي لم يتوقعها أحد. قال الزوج عبر الهاتف: ألو، نعم، أنا في الطريق إلى البيت، هل تريدين أن أحضر شيئا وأنا عائد؟ فأجابته الزوجة: لا، شكرا، لقد اشتريت كل ما أحتاجه في الصباح. فقال الزوج: حسنا، أنا على وشك الوصول، جهزي الغداء لأنني أشعر بجوع شديد. قالت الزوجة: حاضر. ثم تركت الهاتف ولم تغلق الخط. وقبل أن يغلق الزوج الهاتف من جانبه، سمع صوت ابنه آدم يتحدث مع أمه. قال آدم: يا أمي، هل لم يسأل والدي عني؟ قالت الأم: بالطبع يا حبيبي، إنه يحبك كثيرا. فقال آدم: لكنني أعلم أنه لم يسأل عني. إذا كان يحبني فعلا، فلماذا لم يعلمني لعبة الشطرنج كما طلبت منه من قبل؟ في هذه اللحظة كان الأب ما يزال ممسكا بالهاتف على أذنه. أوقف سيارته على جانب الطريق وبدأ يصغي إلى الحوار باهتمام. أكمل آدم حديثه وقال: أتذكرين يا أم العام الماضي حين بدأت العطلة الصيفية؟ لقد أخذت لعبة الشطرنج التي جاءتني هدية في حفلة نجاحي، وذهبت بها إلى والدي لأتعلم منه. علمني حركتين فقط. ثم جاءه اتصال هاتفي فارتدى ملابسه وغادر. وعندما عاد كان قد نسي الأمر تماما. ثم تابع قائلا: أتدرين من علمني الشطرنج في النهاية؟ والد صديقي هاني. فقد رآني لح على هاني أن يعلمني، فقال لي: تعال يا بني وسأعلمك بنفسي. هنا قالت الأم لابنها: اخفض صوتك قليلا، فربما يكون والدك قد وصل. لكن الأب ظل يسمع كل كلمة. عاد آدم ليقول: أتعرفين يا أمي، عندما أزور صديقي هاني ويعود والده من عمله، يترك هاني اللعب معي ويقول: عذرا يا صديقي، سأعود بعد دقيقة. ثم يذهب ليرحب بوالده. وأسمع صوت والده وهو يقول: أين حضن هاني؟ فيسرع هاني نحوه ويحتضنه. ثم يعود إلي لنكمل اللعب، بينما هو ما يزال بين ذراعي أبيه. تأثر الأب تأثرا شديدا وهو جالس في سيارته يسمع هذا الحديث. عندها احتضنت الأم طفلها وقالت له: يا بني، الست أنا من يحتضنك كل يوم عندما تعود من المدرسة؟ فقال آدم: نعم يا أمي، لكنني جائع إلى حضن والدي.